بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنعمل قرنبيط او الزهره زي ما بيسموها، في بعض الناس بتسميها زهره. انا جبتها اهي، وهبتدي طبعا وانا في خلال ما انا بقطعها حطيت ميه على النار. فيها كمون، وفيها معلقه كمون ومعلقه نعناع وملح. بقطعها من هنا، بشيل الاول الحته الخضره دي اهي، دي شلتها، وببتدي بقى انضفها كده من العروش دي. طبعا اكيد كلكم بتعرفوا تنضفوها يعني، فانا عشان ما اضيعش وقت الفيديو بس بصوا، هتتقطع زهره زهره كده، واحده واحده يعني كده بالسكينه. هقطعها كده، ودي بتقسميها بقى، عايزه تقسميها لاي حجم انت عايزاه بتقسميها. وهقطعها كلها كده، وهحطها في الميه السخنه واخدها نص سلقه. ودلوقتي انا قطعت القرنبيط بالحجم ده اهو، وحطيت منه في الميه اللي انا حاطه فيها ملح ومعلقه كمون ومعلقه نعناع اهو، وحطيته بقى هو يتسلق. ولما تسلقيه بقى ما تسلقوهوش جامد عشان ما يتهريش منك، اسلقوه نص سلقه كده بيبقى حلو يعني، برده هيكمل سواه مع التحمير. ودلوقتي بقى ايه ده القرنبيط اللي انا سلقته اهو، بس الاخضر ده النعناع اللي انا كنت حاطاه عليه. شايفين السلقه نص سلقه، مش مسلوق جامد يعني، يا دوبك اول ما يغلي غلوه كده تروح طافيه عليه يعني، شايلاه على طول، ما تخلوش يستوي كتير. وهنحتاج دقيق في الوصفه، وهنحتاج كمان 4 بيضات وثلاث 4 فصوص توم، وخضره اللي هي البقدونس والشبت، وفرعين شبت، وكمان ايه فرعين كزبره خضراء، ولو عايزاه حار بتاخدي الفلفل الحار ده. وكمان هنحتاج في الخضره دي، هنحتاج في الوصفه هنحتاج توابل اللي هي كزبره وثوم وشويه جوز الطيب. هي الوصفه على فكره مش محتاجه يعني التوابل اللي انا اقول لك عليها، انت عايزه تحطي اي توابل حطيها، في وصفات مش بتحتاج ان انت تحطي توابل معينه يعني، فانت براحتك يعني، عايزه تحطي اي توابل حطيها. وطبعا ملح وكده، وتحيقيها يعني الحاجات اللي انت عايزاها. هاخد بقى الخضره اللي احنا قطعناها، والفلفل والثوم والتوابل. ما تنسيش التوابل تحطي فيها ملح، بس انت خلي بالك انت حاطه ملح مع القرنبيط وهو بيتسلق، فخلي بالك عشان ما يطلعش حادق معاكي. ومعلقه لبن، لو انت عايزه تحطي لبن حطي، مش عايزه تحطي دي مش مشكله، انا بس حطاها لزياده القيمه الغذائيه. ومعلقه دقيق، وهكسر البيض عليهم 4 بيضات، وهضربهم ونرجع تاني نكمل. ضربتهم بس طلع تقيل، طبعا احنا حاطين لبن، ممكن بقى نزود ميه، ممكن من غير اللبن ممكن تزودي ميه عادي، نزود الميه عشان يخف شويه ونقدر نعمله. تقيل قوي يعني اهو. وممكن بقى مع الخلطه دي بحط مع الدقيق اللي احنا حطيناه كمان معلقه بقسماط ناعم. البقسماط ده بقى بيخليه وهو كده بيتحمر يتقرمش كده، بيبقى طعمه حلو او بيدي طعم. برده دي اضافه، برده لو انت عايزه تحطيها حطيها، لو مش عايزه برده مفيش مشكله، احنا مش هنتقل يعني في الوصفه على حد يعني. في حاجات عايزه تحطيها حطيها، عايزه تحطي بدل ال4 بيضات حطي 2، عايزه تحطي يعني كده، في حاجات ممكن تتدبر. ده القوام بقى اللي هو بتاع الخلطه اللي احنا عملناها بالبيض واللبن او الميه اهو، الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اهو، ده قوامها يعني. هو ما بقاش تقيل طبعا وما بقاش خفيف، يبقى وسط كده. ودلوقتي انا جهزت الزيت والطاسه سخنت، باخد كده بقى كده بعمله كده اهو، وبحطه في الزيت. هو تقريبا الزيت شكله لسه ما سخنش قوي، هو المفروض الزيت بيسخن شويه لكن اهو. هكمل بقى وارجع لكم تاني. دي كمان بقى طاسه اهي بقليها، وعلى ما تتقلي لان لسه قلبها، على ما تتقلي اقول لكم بقى فوائد القرنبيط ايه عشان تاكلوا منه كتير. اولا بيعزز، بيعمل على تعزيز صحه الجهاز الهضمي. طبعا دي حاجه حلوه جدا، هو بيعمل لنا كده بيعزز الجهاز الهضمي، دي حاجه مهمه جدا. وكمان بيقوي العظم، والعظم ده مهم جدا للاطفال وللكبار، فتاكلوا منه اولادنا الصغيرين لازم ياكلوا منه كتير. وكمان بيعمل على الوقايه من الامراض اياها والعياذ بالله، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر. قولوا امين يا رب، امين امين امين. وكمان ان هو بيحسن القدرات الذهنيه، يعني كويس جدا للمذاكره وقت المذاكره، وكويس جدا للي بيشتغلوا في المواد في
في الاشغال اللي فيها حسابات. يعني هو مهم جدا لاي حد، وخاصه اللي عندهم مذاكره للاولاد. فوجبه مغذيه ومفيده جدا جدا جدا. دلوقتي القرنبيط اهو جاهز اهو، شايفين جماله عامل ازاي. مفيش داعي بقى ان كل يوم ناكل لحوم واسماك وفراخ والحاجات دي. وانا قلت لكم على الفوائد بتاعته شكلها عامل ازاي. وكمان سلطه خضراء. انا عملت السلطه الخضراء دي طماطم وجرجير وفلفل وليمون. وده كمان اللفت اللي انا مخللاه، والعيش الطازه بقى السخن كده، تاكلوه بالف هنا وشفا ليكم لما تعملوه. يا رب يعجبكم.